النهارده انت عندك حصه للتمرينات اللياقه البدنيه في الجيم بعد التدريب. يا ترى مش تعب عليك؟ والله صراحة هي تعب، بس أنا أحتاج لتمارين إضافية، خاصة تمارين الظهر والكتف. لأن مثل ما يقولون عندي وصفة يعني مع الدكتور طب رياضي. حلوة الوصفة دي. مو يعني يبنى عندنا بالعراق وصفة الدكتور يسويها. هي وصفة يعني فعلا. يعني هي يقول لك فأنا نطالع على مود الظهر والكتف، عندي إصابة في ظهري، فدائما ظهري لازم يكون قوي الله يخليك. واجي بعد التمرين اخذ تمارين شويه مال. طب احنا مش هنعطلك، هنكون معاك في كل جهاز هتتمرن عليه التمارين بتاعتك الوصفه بتاعتك وبنحكي معاك. اوكي ان شاء الله. يلا بينا حبيبي الدنيا. يونس محمود رقم كام في كشف العيله؟ رقم 2. رقم 2. اي انا عندي اختي الاكبر مني، عندي اخت واحده اكبر مني، وعندي الباقيين ورايا. يعني كلكم ايه 7 ولا كام؟ لا احنا 10. 5 خوات 5 ولد. ما شاء الله 5 وخميسه. طيب هايل. الوالد كان بيشجعك دايما على الكوره وانك تمارس رياضه الكوره؟ صراحه انا الوالد ما كنت احب كرة القدم، بس الوالد كان يحبها وغصب يعني خلاني العب. والله يعني العكس، دايما الولاد بيبقوا عايزين يروحوا والابات يمنعوهم الكوره. العكس كانت عندي هوايه بس ما كنت احبها، دائما اني العبها. ايه هوايتك بعيد عن كرة القدم؟ صيد السمك. صيد السمك، هذا ما شاء الله. معنى كده ان انت صبور. اكيد جدا. اكيد. انا يمكن الكل تعرف انا مريت بظروف صعبه جدا، خاصة العام بعد خروج المنتخب العراقي من تصفيات كأس العالم. اجتني هواية شتايم يعني صعبة واحد يتحملها، بس الحمد لله تحملتها وتجاوزتها، وإن شاء الله القادم يكون أحسن. طب أنت بتقول إن هوايتك صيد الأسماك، مش كده؟ لأن في صيد ممكن تصيد غزلان، تصيد حمام. لا ما عندي هاي. يعني تصيد أسماك صح؟ أحب صيد البحر يعني؟ لا الشط عندنا. مش بحر. يعني صيد الأسماك عموما يعني احنا نسميه الزاب. تمام. بتصطاد هنا في قطر؟ لا. طب بتشبه هوايتك مرات يكون عندنا طلعه مع شيوخ الغرافه، رؤساء الانديه والاداريين لاعبين، مرات نطلع الى منطقه اسمها سيلين، هنا هي على البحر، منطقه سياحيه. نروح هناك ونصيد سمك، بس مو مثلنا يعني، مو بحلاوه اللي زي في العراق. ذكرياتك ايه في العراق؟ ذكريات يعني الناس تحب تعرف ذكريات الطفوله ليونس محمود. ذكريات صعبه عشتها انا، لان تعرف انا وضعي المادي او وضع الاهل كان صعب، مو بذيك الامكانيه يعني القويه. فتربيتي كلها عشتها يعني مثل ما يقولون تربيه كاي بشر، تعلم من اهل منطقته واهل الحاره. يعني تعرف انت التربيه مو بس تجي من يعني الوالد والوالده، ان التعليمات المنطقه الاجواء اللي يمك عايشه. صح. فاعتقد دائما يقولون ابن الحاره، يعني المصريين يقولون ابن الحاره، احنا نقول ابن المنطقه. ابن المنطقه. حاسس انك عشت طفوله جميله؟ اكيد عشت طفوله، يعني رغم انها كانت انه وضع المادي ما كان يعني جيد لاهلي، وانما انا عشت طفوله طيبه، ولحد الان ذكريات موجوده واصدقائي معي. علاقتك ايه بالجنس الاخر يا يونس يا محمود؟ والله علاقه طيبه الحمد لله والشكر. رغم اني انا ما محظوظ دائما في زواجي، يعني تزوجت يعني ما محظوظ بالزواج مثل ما يقولون. تزوجت كم مره؟ تزوجت مرتين. مره ما صارت قسمه، انفصلنا. ما طول زواجي 15 يوم. 15 يوم تقريبا يعني ورا شهر يعني 20 يوم. مش محظوظ. لا ما محظوظ. والزواج الثاني ايضا انا تزوجت يعني هم برضاتي، مع العلم لحد الان المرتبط بزوجتي الثانيه. بس عندك اولاد؟ لا ما عندي. طيب يونس محمود علاقته ايه بجونيور المدير الفني الجديد لنادي الغرافه؟ مدرب احبه واحترمه، مدرب انطاني الثقه الكثيره اللي تخليني اقدم كل ما عندي النادي الغرافه بالموسم القادم.
طب هايل. بس غريبه قوي انا اسمع الكلام ده منك، رغم ان في اشاعات بتقول ان يونس محمود بيهدد بالرحيل من الغرافه. لا ماكو هيك موضوع. كان المدرب السابق بكيتا، رغم اني خدمته كثير لكن لم يخدمني. كان هناك مشاكل معه؟ لا ما كان مشاكل، ولكن مدرب ورؤيه المدرب. مدرب كان عنده وجهه نظر وانا كان عندي وجهه نظر، من الاحق بها يبقى النادي هو اللي يقيم هذا الشيء. هل في علاقه بالمشاكل دي بانه يعني ذهابك او انتقالك من الغرافه للعربي والعوده مره اخرى للغرافه؟ تقريبا يعني انا بوقته كنت اريد اشوف للمدرب ان المدرب انه يونس محمود لازم له تاثير، والحمد لله فعلا. يعني نقول قصة ودنا يا يونس. ها اكيد يا اخي لعيبه الكوره دول نجوم بالذات. لازم انت، احنا عندنا مثل يقول جرب غيري وشوف خيري. يعني جرب واحد ثاني وشوف انا خيري شلون كان. احنا بالمصري نقول يا ناكر خيري بكره تعرف زمني من زمن غيري. تقريبا. النادي اللي يحب يحترف فيه يونس محمود في اوروبا مين؟ نادي احب انتر ميلان. انتر ميلان ايطالي. انا معجب انتر ميلان، احب نادي انتر ميلان. تشوف ليه ستايل معين؟ يعني يعجبني انا بكل الاحوال، يعجبني انتر ميلان. وانا للعلم انا تكرمت من نادي انتر ميلان جائزه فكيتي، لاعب انتر ميلان ولاعب منتخب، وهو محبوب جدا هناك، وتكرمت له الجائزه من قبل الاتحاد الايطالي ونادي انتر ميلان. احب مباراه الى قلب يونس محمود، افضل مباراه؟ والله افضل مباراه هي كثير من المباريات لعبناها، عايز واحده بس. اعتقد كوريا الجنوبيه اللي تعادلنا بها 0-0 وبالجزاءات فزنا. كانت مباراه قمه، كنا خسرانين قبل البطوله يعني قبل هاي المباراه ب 20 يوم او 25 يوم احنا كنا خسرانين معاهم 3-0. فكانت مباراه تحدي لنا، وكان بطل هاي المباراه اكيد نور صبري اللي صد 3 ضربتين جزاء. ولعبنا شوطين اضافيه، فاعتقد قدمنا بها عطاء كبير. احب واقرب الاهداف الى قلب يونس محمود؟ اكيد كاس اسيا، لان هدف الفوز، هدف سجل تاريخ للكره العراقيه. أكيد. وانت كلاعب جوه الملعب وفريقك متعادل وبتلعب نهائي كاس اسيا وقريب جدا من الكاس اللي تحرزه وتسطر حروف من ذهب باسم المنتخب العراقي في التاريخ كرة القدم، صح؟ اكيد لازم يكون فكرك في شيء وانت رايح تجيب الكرة وانت رايح تحرز الهدف، كنت بتفكر مثلا يعني تفاصيل هذه انا كنت كورة واعرف هذا اكيد. شوف عشان كده كنت عايز اعرف ايه اللي كان بيدور في دماغك ساعتها. شوف احنا في مباراتنا مع السعودية يعني تختلف اختلاف جذري، خاصة بلد خليجي، ديربي تنحسب لي بلد جار، والحساسية طبعا المعروفة اكيد. فكنا احنا نتمنى انه اي لاعب يتمنى انه يسجل هدف بهالمباراة، وبالاخص اني، لان هناك صارت امور يعني يمكن كنا احنا بنص الحدث مو مثلكم. قبل المباراة بيوم كنا عندنا تمرين، فكان صحفيين كثير من كل دول العالم موجودة، وكان هناك الكاس جابوه، انه كانت هناك تحية بينه وبين ياسر قحطان ان نسلم والكاس بدينا، على اساس انه منو ثاني يوم راح ياخذ الكاس. فاعتقد هذا تحدي كبير، وتحديت نفسي مع اخواني وزملائي، والحمد لله حققنا الفوز. ولو ما تسرع بهذه البطولة بالمباراة كنا نسجل اكثر من هدف. شايف الناحية الامنية لجنوب افريقيا ازاي؟ والله بلا شك البلد حلو جميل، نعم بفقر، نعم بكثير من الامور، لكن بلد استطاع انه ينظم كاس القارات. استضافه كانت حلوه، الناس كانوا طيبين لدرجه، متعاونين ومحبين جدا لكره القدم. اتمنى انه ينظموا كاس العالم، اتمنى لهم يعني ينظموها بنجاح.
اكيد ينظموها بنجاح. هم بالفعل هينظموا كاس العالم، ولكن ان شاء الله ينظموها بنجاح، لان طبعا كل الناس متخوفه من معدلات الجريمه هناك صحيح هناك اكو هاي الامور، وكانوا يخافونا منها، وما كانت طلعتنا يعني انه نقدر نطلع، رغم انه بعض الناس كانوا يطلعون. يعني ما تخرجش بعد الساعه 5 وما تخرجش بعد الساعه 5. لا ليش احنا عندنا كان اكو ناس كانوا يطلعون بالليل يرجعون والله. رغم انه كان هناك تحذير. خليني اقول لك عملت دي فين التاتو ده. يعرفوها. هذه اول واحد سويت هاي العلامه انا، وبعدها يمكن كل اللاعبين اكثر اللاعبين تشوفهم عندهم هاي العلامه. المنتخب العراقي؟ اي يعني هذه الخريطه بتاعت العراق. اي هاي العلم بتاعها صح؟ خريطه العراق وهاي العلم. تمام. كان عملتها فين؟ عملتها في الاردن. في الاردن. ولد صاحبي هو قنعني قال لي لا ما ادري شنو، بس شنو كانوا قاعدين ده يعني سهل عليك الامور يعني. اي كان قاعدين بنات ومره كانت قاعده. يعني هو صاحبي عارفه من منطقته بالعراق، بس راح سوريا بالاردن عايش. واهله كانوا موجودين، فانحرجت قدامهم يعني. مش معقول بقى. فهو سوى الستات قاعده بقى مش هقدر. يعني شغله توجه. فهو ايش قال لي، هو قنعني قال لي بس ارسم لك اياها بالقلم. شوف هو رسام، فرسم لي اياها قال لي شوف عاديه، شوف بس هاي المنطقه شوف هسه شوف. فهو سوى اخذ خط فصار خط، فقال لي بعد ما تقدر يعني اذا تخليه راح الناس هي يعني مو حلو عليك يعني تطلع هذا. فقال يلا خل اكمل لك اياها اسوي لك اياها. وسويت. فسواها هي علمتني فد نوب، ومع العلم انا ماكو سوى لي خلصت قبل المطار، كانت طيارتي جاي القطر انا حتى بالقوه لحقنا يعني انه سوى لي. فطلعت حلوه والناس هوايه يعني سكرت الناس قامت تقلدها، حتى اكو بنات يعني مقلدات هاي الشيء. علاقتك ايه بياسر؟ بالعكس علاقتي طيبه مع ياسر ومع كل اللاعبين السعوديين. حتى في كاس القارات صار هناك التماس حكي انه انا حاكي على السعوديه، وكان هناك عتب وزعل من الصحافه ومن الناس المسؤولين، وكان هناك اتصالات بي. وضحت هذا الامر، انا ما كنت اقصد السعوديه، قلت لهم انا ما اقصد السعوديه، انا كنت اقصد الجماهير العراقيه، انه كانت ناس ما راضيه علينا بادائنا، خاصه اكو ناس كانت تحلل في قنوات انه ما راضين على ادائنا. يعني قلت لو نخسر ويا اسبانيا 7 و8 يرضون، او نخسر في المكسيك. منتخب العراق مو راح مكسيك كاس العالم لو خسرانين، هم خسروا 1-0 وخسروا 2-0 ومره 2-1 ومره 3-2 يمكن خسروا كاس العالم بالمكسيك. وايضا الناس ما رضت عليهم، فقلت فكيف يعني اذا نخسر 7 و8، بس ما كان قصد السعوديه ولا عندنا السعوديه اصلا هي خسرانه 8. مش في دماغك يعني؟ مش في دماغي، بس اكو ناس اولت هذا الموضوع. بالعكس هم دائما جماهير الكره كده يعني يحبون يقولون هذا الشيء. بالعكس انا تربطني علاقه طيبه مع السعوديين، مع الاعلام السعودي، مع الانديه السعوديه خاصه مسؤوليها. مين افضل واحد او يعني نقول المقرب ليك في فريق الغرافه؟ والله كلهم مغربين، بس في واحد كده يعني صاحبك بتطلع معاه بتيجي معاه غير سلام شكل. اكيد انا سلام يوميا يمي بالبيت، سلام الولد يعني كلهم نروح ونجي عليهم. كثير يعني سعد سطام، العساس، حتى اراوج ومرات يعني نلتقي، وهسه جانا جنينيو. فاعتقد احنا هنا عائله واحده. حتى اللاعبين القطريين الباقيين يعني حتى الصغار والكبار انا علاقتي طيبه بهم. مبسوط في قطر؟ اكيد. احنا كمان مبسوطين ان احنا جينا وقابلناك مخصوص من دبي في قناه قناه الحره وبرنامجنا اليوم. خلصت تمرينك؟ لا انا خلصت الحمد لله. واحنا كمان خلصنا. حبيبي اهلا وسهلا بكم. نجم العرب. كل سنه وانت طيب. وانت طيب الله يخليك حبيبي، واهلا وسهلا بكم. اتمنى لك التوفيق. ورمضان كريم عليكم وعلى قناه الحره، واتمنى لكم الموفقيه والنجاح بهذا برنامجكم، واشكركم على جيدكم يعني من دبي لهنا، وان شاء الله كنا خفيفين الظل عليكم بهذا البرنامج. اكيد حبيب قلبي اهلا وسهلا بكم الله يخليك. يا اهلا وسهلا. الف هلا.